Audio Jungle. سيتروين دي شركه فرنسيه، والشركه دي كانت عملت حاجات كتير جدا، وكمان كانت الاولى في كذا حاجه. يعني سيتروين دي كانت اول شركه تعمل هي الفرونت ويل درايف اللي هي الدفع الامامي بتاع العجلات. سيتروين برضو كانت الشركه الاولى اللي تعمل الديسك بريكس، وبرضو سيتروين كانت الشركه الاولى اللي تعمل الهيدروليك سسبنشن اللي هي العفشه المتغيره دي اللي بتخليك قاعد تبقى مستريح ومريح. وسيتروين برضو كانت الشركه الاولى اللي تعمل سويفلنج هيد لايتس، اللي هي سويفلنج هيد لايتس دي اللي بتبقى الفوانيس اللي بتقعد تلف معاك كده وانت بتتحرك. فسيتروين عملت كانت حاجات كتير قوي كانت الاولى فيها. النهارده بقى معايا سيتروين سي 4 الجراند بيكاسو او الجراند تورير، اي حاجه فيهم. والعربيه دي اللي بيخليها برده تتباع يعني سيتروين عامه ان هي تبع البي اس اي جروب. البي اس اي جروب دي هي الشركه المالكه بتاعت اوبل وسيتروين وبيجو، فالثلاث حاجات دول حلوين. فسيتروين الصراحه متظبطه في الحوار ده. تعالوا بقى نشوف بقى العربيه وايه دنيتها وكل حاجه فيها، يلا بينا. هنا بقى الفانوس اللي قدام شكله الصراحه حلو، وتحته فيه فوج وفي شويه كروم في العربيه حلوين، والعربيه هتحسها انها مش وحشه خالص في الديزاين بتاعها كويس. الفانوس اللي ورا شكله صراحه جميل، وتحس ان هو 3 دي كده في نفسه. فعامه العربيه من ورا شكلها برده مش وحش خالص، شكلها حلو. العربيه بقى فيها سبويلر وفيها مساحات في الازاز اللي ورا، وفيها كمان كاميرا خلفيه. الازاز بقى اللي ورا فيه ستاير، وكمان هو برايفسي يعني فيه نسبه فاميه. وهنا العربيه بتيجي بمقاس جنط 16. عامه الصراحه العربيه شكلها حلو بالنسبه لانها 7 سيتس في التصميم، فده كويس يعني. المساحات بقى اللي قدام كويسه جدا، وهتبقى قاعد مستريح وهتوصل لوضعيه سواقه كويسه جدا. بس هنا الكرسي بقى عادي مش كهرباء. الخامات بقى هنا في الباب كويسه، قماش وشويه بلاستيك. وهنا برضه المقبض بتاع الباب صغير شويه، والتقفيل الصراحه كويس جدا وجميل. نيجي بقى للخامات في التابلو، خامات كويسه والصراحه تقفيل كويس وشويه سوفت تاتش يعني كخامات مش وحشه خالص. الازاز اللي قدام الصراحه جميل جدا، ومساحات رؤيه كبيره جدا جدا. وكمان في المرايه بتاعت السواق دي في واحده وواحده كمان فوقيها صغيره، فهيديك مساحه رؤيه رهيبه من ورا. الدريكسيون بقى هنا في مالتي فانكشن وفي بادلز، علشان مثلا لو حبيت ان انت تنقل او اي حاجه. بس انا عن نفسي الصراحه الدريكسيون ده شكله مش عاجبني يعني قوي، حاسس ان هو حامل كده. وكمان هنا فيها ستارت انجن، والعدادات مش موجوده ورا الدريكسيون، العدادات موجوده في النص، وبرده الفتيس موجود ورا الدريكسيون مش موجود ان هو في النص كده. هنا بقى العدادات الصراحه شكلها حلو وديجيتال، وكمان تحت شويه في الشاشه اللي هي 7 بوصه دي. المساحات الخلفيه الصراحه كبيره، وهتاخد تالتة مستريح قوي. وهم كمان مش عاملين الحته دي كنبه، وعاملينها 3 كراسي منفصلين كل كرسي لوحده. وكمان ان انت ممكن ان انت تحرك كل كرسي زي ما انت عايز، عشان مثلا توسع للناس اللي ورا. وكمان الكرسيين اللي ورا يعني برضو مش اكبر حاجه. يعني مثلا لو واحد كبير شويه ممكن هيتضايق، انما لو ناس صغيره هتبقى الدنيا تمام وقشطه. وكمان بقى وانت قاعد في الكرسي اللي ورا في الحته دي ان انت ممكن تنزلها وتحط عليها اي حاجه بقى وتسند عليها اي حاجه، يعني زي الاتوبيسات بتاعت الرحلات بقى، الحته اللي انت بتقعد تنزلها وتحط عليها اي حاجه دي. وهنا برضو مساحه التخزين كويسه مش وحشه خالص. برضو هنا في 2 كاب هولدر. سيتروين بقى دي شركه اصلا موجوده من زمان، وهي اتاسست 1934، والشركه دي موجوده من زمان قوي. بس هي في مصر ما كانتش يعني بتاخد انها تتباع قوي يعني.
الناس كانت بتبص عليها من بره من على الوش كده، ما كانش حد بيشتريها وان هو يبص عليها من جوه ويشوف ايه دنيتها. بس من شويه كده سيترون بدات ان هي نشوفها في الشارع وبقت بتنتشر بقى، وبقى فيها ناس يعني بتشتريها وكده، يعني بقت بتشوفها شويه حلوين. فسيترون دلوقتي بدات ان هي تنتشر احسن من الاول، وبقى في ناس بتبقى عايزاها هي. ولو بقى انت يعني لما تشتري العربيه دي فهي اصلا عربيه فرنساوي، فان انت بقى عشان تقول اسمها زي طبعا بالفرنساوي، فبدل الانجليزي بقى انت جايب عربيه فرنساوي فتقول اسمها بالفرنساوي، فهي اسمها بقى بالفرنساوي سيتروين، يعني تقول بقى سيتروين كده. فبس انا مش عارف اصلا يعني انا نطقتها صح ولا غلط الصراحه، عشان انا ماليش في الفرنساوي قوي فمش عارف. فيعني المهم ان انت ولا اقول لك بص قولها عادي بدل شغل الفلحسه ده، عشان ايه ما يبقاش شكلك وحش وانت بتقولها، وخصوصا بقى لو قلتها غلط يعني. فخليك بقى ايه حلو كده وخلاص، وقولها بالانجليزي زي بقيه الناس. تعالى بقى نتكلم عن الموتور بتاع العربيه دي. العربيه دي بتيجي بموتور 1600 سي سي تربو، بيطلع 163 حصان و240 نيوتن متر، متوصلين بفتيس اوتوماتيك 6 نقلات. وارقام الاداء الرسميه بقى بتاعت العربيه دي بتجيب من 0 ل 100 في 9.7 ثانيه. اعتقد ان ده يعني كويس جدا جدا بالعربيه بالحجم ده، وان هي ام بي في يعني وكده وكبيره، ان هي تجيب من 0 ل 100 في 9.7 ثانيه. اعتقد ده رقم حلو جدا يعني بالنسبه للحجم ده وكل حاجه، فحلو يعني الصراحه العربيه 7 سيتس يعني ان هي تجيب كده. هنا بقى تانك البنزين في السي 4 دي 65 لتر، وبتستهلك 6.7 لكل 100 كيلو. وده استهلاك برده مش وحش خالص يعني، استهلاك حلو. فاستهلاك البنزين بتاع العربيه مش وحش. هنا بقى في العفشه هتحس ان هي ناعمه ومريحه، وهتحس كده ان العربيه كويسه جدا في القعده وان انت هتبقى مرتاح فيها. وده طبعا هم عايزين يعملوه علشان ما يخلكش ان انت يبقى العفشه ناشفه وكده وانت اصلا عربيه عائليه والكلام ده، فلازم كانوا يخليها لك ان هي يعني تبقى ناعمه كده وحلوه عشان تبقى قاعد مستريح، عشان تركب الناس براحتك بقى والعيله وكده ومحدش يقعد يكلمك. وطبعا ان العفشه تبقى ناعمه ومريحه كده، ده طبعا هيجي على حساب البادي رول بتاع العربيه شويه. البادي رول بتاع العربيه انت هتحس ببادي رول في العربيه، وده حاجه اكيد طالما هم خلوا لك العفشه بقى ناعمه والكلام ده وان هي مريحه، فلازم هتبقى كده. فيعني لازم هنا حاجه وحاجه، يعني هو اداك على العفشه اللي هي تبقى مريحه وكده، فلازم هتلاقي ان البادي رول بتاع العربيه مش اللي هو الجامد قوي يعني انت مش هتحس بيه وكده. فهي حاجه وحاجه بقى، حاجه هيديها لك وحاجه مش هيديها لك. الثبات بتاع العربيه هيبقى كويس مش وحش خالص. الثبات بتاع العربيه هتمشي عادي لسرعه عاليه وكده والدنيا تبقى تمام معاك يعني مش هتضايق خالص. العربيه دي بقى انت هتشوف كده شكلها ومش عارف ايه، هتحس ان هي ميته. العربيه مش ميته، العربيه فعلا بتجري. يعني انت هتدوس مع العربيه هتدوس معاك وكل حاجه هتبقى تمام وهتجري. العربيه بتجري يعني مش هتحس ان انت عشان جايب عربيه كبيره وكده فهتلاقيها ان هي ميته ورايحه في داهيه خالص. العربيه بتجري والعربيه جامده جدا جدا في ان انت هتقعد تجري بيها وكده، فدايسه معاك يعني في كل حاجه العربيه. بس بقى حوار بقى انك تاخد غرز بقى بيها وتقعد تمشي كده مش هينفع الكلام ده، لان انت مش جايب عربيه للحاجه دي، انت جايب عربيه عائليه. فانت ما تجيش بقى تبقى عمال تاخد لي غرز ورايح جاي بالعربيه، هي مش بتاعت كده. هتلاقي البادي رول وكده، هي العربيه معموله مش لكده، فهي معموله ان انت هتمشي عادي عايز تجري، العربيه بتجري معاك مش هتخليك متكتف او ان انا ما بجريش ومش عارف، لا هي هتديك عادي. بس حوار ان انت بقى كده ده مش هياكل معاها. العزل بقى هنا في العربيه هو مش احسن حاجه. العزل هتبقى سامعه يعني هتبقى سامع صوت الهواء مثلا فوق ال100 على طول، يعني مثلا هتبقى سامع اول ما تعدي 100 هتسمع صوت الهواء. فالعزل بتاعها مش اجمد حاجه ومش وحش، فيعني هو لحد ما هنقول ان هو مثلا متوسط العزل بتاع العربيه دي. التكييف بقى بتاع العربيه دي كويس جدا، هو هنا دويل زون، وكمان في بقى في كل يعني هنا في هيبقى تكييف ورا كمان هنا، بس ورا بقى مش زي عندنا، مش زي في العربيه الثانيه هنا في النص، هنا مفيش حاجه خالص. هنا بقى هتلاقيه هنا في الجنب كده ورا الباب على طول، فده هيبقى الصراحه تمام. فهتلاقي جوه العربيه كلها في تكييف والدنيا هتبقى حلوه. ورا بقى خالص زي مروحه، انما ورا هنا تمام وهنا تمام. عامه التكييف الصراحه في العربيه حلو مش وحش خالص، وهتبقى قاعد مش متضايق خالص ان لو جو حر وكده، فهتبقى قاعد تمام 100 100 يعني. التكييف مش وحش خالص كويس جدا. المساحات بقى بتاعت الرؤيه بتاعت العربيه دي يعني حاجه جامده قوي. القوائم اصلا صغيره، وهي العربيه الصراحه كويسه جدا في مساحات الرؤيه. انت هتدخل هتحس ان انت في طياره مش عربيه يعني. فالصراحه الرؤيه بتاعتها حلوه جدا، انت قاعد في طياره مش في عربيه. فلا الرؤيه كويسه جدا وهتبقى شايف كل حاجه. وكمان المرايه بتاعت السواق دي كويسه جدا، وواحده الصغيره دي اللي فوق. فالمساحات بتاعت الرؤيه بتاعت العربيه دي حاجه جميله جدا جدا، مش هتبقى يعني متضايق خالص منها. فالصراحه لا حلوه مساحات الرؤيه جامده قوي. هتبقى شايف كل حاجه في العربيه، كل حاجه من قدام في العربيه انت شايفها ومش متضايق من اي حاجه، ومش هتحس ان انت في حاجه واقعه منك بقى ولا حاجه. شايف كل حاجه في العربيه. وكمان بقى الازاز انت ممكن الحته دي كده تقعد تطلعها وترجعها، يعني ممكن تعملها كده ممكن تقوم مرجعها تاني انت، وبرده اللي هنا كده نفس الكلام، ترجعها كده او ترجعها كده تاني.
فالدنيا حلوه يعني الصراحه في الحاجات دي. بصراحه اول ما تدخل العربيه هتحس ان العربيه عاليه، هي فعلا العربيه هتحس كده انت قاعد فوق، والعربيه يعني كويسه الصراحه مش وحشه. قدامك بقى الدريكسيون ده، وفي كمان هنا بادلز وشاشه هنا. وهنا بقى يعني العداد مش هنا، مش في مكانه الطبيعي اللي احنا على طول هو العداد هنا بقى في النص، العداد بتاع العربيه دي في النص، وفي الشاشه هنا الديجيتال، وكمان بقى الهاند بريك بتاعت العربيه هنا مش بتبقى هنا، لان هنا خلاص مفيش حاجه. وهنا بقى بمناسبه الحته دي، فالحته دي بقى فيها ايه، ان انت اصلا ممكن تشيلها، دي الحته دي انت بتتشال، انت تقعد تشيلها بقى كده، و يعني بقى ايه، اي حاجه بقى انت جايبها بقى عايز تخبيها تقوم شايل الحته دي وحاططها تحتها، اي حد جالك فجاه بقى ولا حاجه خبي، واول ما يمشي طلعها. فاكيد مش هياخد باله يعني من الحته دي ان هو مخبأ سري كده. فحلوه يعني الصراحه ان انت تقعد تشيلها وتحط حاجه تحتها 100 100. خبي براحتك، اقعد خبي انت في العربيه دي، اشتري واقعد خبي اي حاجه بقى من فلوس بقى، اي حاجه تجيبها اقعد خبيها. الكرسي بقى بتاع العربيه دي هتحس ان هو يعني عالي شويه ومريح الصراحه، هو مش وحش، هو مريح. التقفيل بتاع العربيه الصراحه مش وحش خالص، كويس جدا، التقفيل حلو وكل حاجه، وفي حاجات كتير قوي سوفت تاتش يعني حلو الصراحه، وشويه هنا كده سوفت تاتش، وتحت بس تحت طبعا البلاستيك المعروف ده اللي بيبقى في الحتت دي، بس هو فيه سوفت تاتش وهنا قماش، ولا يعني التقفيل والخامات مش وحش، الخامات كويسه والتقفيل حلو الصراحه. نيجي بقى لعوامل الامان الموجوده في العربيه دي. العربيه دي بتيجي ب6 اير باجز، واي بي اس، واي بي دي، وهيل ستارت اسيست، واي اس بي، واي بي اي اللي هو بقى ايمرجنسي بريك اسيست، هو ده الاي بي اي، وكمان فيها بقى تراكشن كنترول وكده. فهي دي بقى العوامل الامان بتاعت العربيه. تشتري العربيه دي امتى؟ لو انت عايز بقى عربيه 7 سيت وتبقى مريحه وتبقى كبيره وفيها تكييف كويس وفيها كل حاجه، والعربيه بتجري مش ميته، فتشتري العربيه دي. وبرده عربيه يكون شكلها مش وحش، هي عربيه شكلها حلو، فيعني حلوه، فان هي 7 سيتس وكده وبادلز وكل الكلام ده، وفيها كمان حاجات متغيره من جوه، ان انت مثلا العداد هنا، والفتيس بقى بتاع العربيه مش هنا، هو هنا ورا الدريكسيون كده على طول، فده حاجه تانية يعني لو انت بقى عايز. بس انا ما اعتقدش ان انت هتتضايق يعني منه، انت هتتعود عليه بسرعه قوي. ما تشتريش بقى العربيه دي امتى؟ لو انت مش عايز عربيه 7 سيتس، يعني انت مش عايز عربيه 7 سيتس وعايز عربيه ما تبقى قعدتها رياضيه شويه، فما تشتريش بقى العربيه دي. وما تشتريش برده العربيه دي لو انت عايز بقى تقعد غرز بقى والحاجات دي، وان هي فيها بادي رول برده شويه، فانت مش هيديك برده الحاجات دي كلها، فهي يعني مش للحاجات دي، هي حاجات تانية، ان هي عائليه، ام بي في عائليه. بس كده، اتمنى بقى يكون الفيديو ده عجبكم. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.